أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. جهز نفسك للانطلاق لأن استقبلت إدارة نادي الوحدة الإماراتي بعثة فريق النصر. شاهد: ماني وثنائي النصر خارج قائمة العالمي لودية الوحدة الإماراتي. لا يوجد أفضل منه. ترامب يكشف مكالمة جديدة من كريستيانو رونالدو للبيت الأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية، من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته، وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. استقبلت إدارة نادي الوحدة الإماراتي بعثة فريق النصر لحظة وصولها إلى العاصمة أبو ظبي مساء الأحد، حيث كان في مقدمة المستقبلين أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم، الذي رحب بالبعثة مؤكداً قوة العلاقة التي تجمع الناديين. وانطلقت بعثة النصر مباشرة في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي الذي اختاره الجهاز الفني خلال فترة التوقف الحالية، بهدف رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية قبل استئناف المباريات الرسمية. معسكر النصر في أبو ظبي. يستمر معسكر النصر حتى 11 ديسمبر وسط تركيز واضح من المدرب خورخي خيسوس على تحسين الجوانب الخططية والبدنية. ويأتي هذا التجمع ليمنح الفريق فرصة مثالية لتصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام قبل العودة إلى منافسات الموسم. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية واحدة أمام نادي الوحدة الإماراتي، حيث يسعى الجهاز الفني لاختبار عدة أسماء وتجربة خيارات جديدة خلال فترة التوقف. تحضيرات ما بعد التوقف. ويستعد النصر لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي، إذ يحل ضيفاً على النجمة في 21 ديسمبر ضمن الجولة العاشرة، في مباراة ينتظر أن تشهد متابعة واسعة عبر شبكة قنوات 8 الناقل الحصري للبطولة. ويواصل النصر تربعه على صدارة دوري روشن برصيد 27 نقطة، محافظاً على العلامة الكاملة بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، في موسم يشهد تنافساً كبيراً على القمة. سيستبعد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني جناح الفريق من القائمة المغادرة اليوم الأحد إلى معسكر أبو ظبي في الإمارات. مران والجابر خارج ودية النصر والوحدة. وقرار المدرب البرتغالي باستبعاد ماني لإراحته قبل التحاقه بتحضيرات منتخب بلاده لكأس إفريقيا المقرر انطلاقها في المغرب يوم 21 من الشهر الجاري، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية مساء اليوم. وأصبح سعد الناصر لاعب النصر جاهزاً لمواجهة الوحدة الإماراتية الودية التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، حسب ما ذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس. كما بات محمد مران مهاجم نادي النصر خارج قائمة العالمي لمواجهة الوحدة الإماراتية ودياً بسبب المرض، كما لن يشارك عبد الملك الجابر في الودية وتنتظر استكمال جاهزيته قريباً. ومن المقرر أن تقام مباراة النصر السعودي ضد الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بعد زيارته مع الوفد السعودي للبيت الأبيض في نوفمبر، من أمنية لنشر السلام إلى صداقة حميمة لم يتوقعها أحد هذا العام، أعرب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة جديدة أثنى فيها على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما التقى الاثنان في البيت الأبيض في حدث رفيع المستوى ضم قادة الأعمال العالميين. وبعد أن وصف دونالد ترامب ظهور الدون كالحدث بأنه شرف حقيقي، عاد الرئيس الأمريكي ليكشف عن مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع قائد البرتغال. ود متبادل بين ترامب ورونالدو. طور ترامب ورونالدو علاقة صداقة وإعجاب متبادل بدأت بإعلان كريستيانو عن رغبته في مقابلة رئيس الولايات المتحدة، حيث وصفه بأنه أحد الأشخاص الذين يمكننا المساعدة في تغيير العالم.
وتحققت رغبة CR7 خلال الشهر الماضي عندما حضر رونالدو كجزء من وفد سعودي يرأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عشاء في البيت الأبيض، كما عقد اجتماعا خاصا مع الرئيس في زيارة أشاد بها ترامب واصفا رونالدو بأنه شخص استثنائي ليس كرياضي فقط وإنما كشخص أيضا. وتحدث ترامب مازحا حول زيارة رونالدو بقوله إنها أكسبته احتراما إضافيا من ابنه بارون الذي يعد معجبا للغاية بكريستيانو، حيث قال الرئيس الأمريكي خلال العشاء: تعلمون ابني معجب كبير برونالدو وقد التقى بارون به، وأعتقد إنه يحترم والده أكثر قليلا الآن لمجرد أني قدمتك له، لذا أريد فقط أن أشكركم على حضوركما هنا، إنه شرف حقا. وبدت التفاعلات بين الطرفين إيجابية للغاية، حيث أرفق البيت الأبيض مقطع فيديو لهما مع تعليق: اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ. كما قدم ترامب لرونالدو مفتاحا ذهبيا للبيت الأبيض وهو تكريم خاص للضيوف. فيما يجرى الحديث الآن هو مكالمة هاتفية بين الاثنين. ونشر دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال رسالة قائلا: كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم العظيم اتصل بي للتو كي يشكرني على جولته في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي، مكتب العمل الرسمي لرئيس الولايات المتحدة. يا له من رجل رائع، ليس فقط كرياضي ولكن كشخص أيضا، لا يوجد أفضل منه. الزيارة التي أجراها النجم البرتغالي صاحب 40 عاماً لحفل العشاء في البيت الأبيض عرضته أيضاً للانتقادات، ولكن شقيقتيه إيلما وكاتيا أفيرو دافعتا عن الأخ الأكبر. وكتبت إيلما في قصتها عبر منصة إنستغرام: ألم يدرك هؤلاء المهرجون بعد أنه لا يكترث بآرائهم؟ هذا ليس لمن يريده، بل لمن يستطيع التعامل معه، ليس لديهم ما يقولونه غير ذلك، اللعنة عليكم. من ناحية أخرى، نشرت كاتيا مقطع فيديو قالت فيه: كل ما تطلبه الأمر هو العمل، وهو شيء لم يسمع عنه كثير ممن ينتقدونه إلا من خلال السماع عنه. زيارة إلى البيت الأبيض وهذا كل شيء، انفجار نووي عاطفي، منافقون، حالة من الهستيريا الهائلة قد سيطرت لدرجة مرعبة، كأن كريستيانو قد أعلن نهاية العالم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقلكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم مشجع النصر، نراكم في فيديو قادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلك الأخبار أول بأول من قلب الحدث ولعيون العالميين. واذكر دايما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا لأن القادم أعظم والعالمي دايما في القمة.